مشاكلها بدأت معاه من أول يوم جواز. في البيت بقى طبعا عند مامته بيندهوها بألفاظ بذيئة. كانت في برضه مشكلة من ضمن المشاكل اللي في البيت وكلمتها في التليفون وبدأت أكلمه وقعدنا اتكلمنا كتير جدا على التليفون وشكوى منها وشكوى منه. ساب التليفون وقال لي دقيقة واحدة وفي خلال الوقت اللي ساب التليفون فيه ده كان بيضربها. كلها اتشوهت وبقت زرقاء. طبعا أنا شفت المنظر ده برج من دماغي طار. كل اللي عملته إن احنا رحنا عملنا محضر وكشف طبي. خلصت المهمة، خدوا ذهبها، أخدوا جهازها، أخدوا فلوسها، كل حاجة. مي، اتجوزتوا بعض عن حب؟ لا كان يعرف ناس صحابي وتعرفنا على بعض في شغل بس، وبعد كده عرفتوا على بعض ازاي؟ هو كان عارف ناس صحابي. انا كنت بشتغل ساعتها في مسلسل بتاع سرايا عابدين. تشتغلي ايه؟ فود ستايلست. نعم. وشيف. بس فهو كان صاحب ناس صحابي. عرف ان انا بشتغل وعرف ان انا معايا قرش يعني انا بكسبه. ف كان وعندي علاقات كويسة جدا، فهو كان هدفه من الجوازة كلها علاقاتي وفلوسي. هو بيشتغل ايه؟ والله هو بيقول يعني هو خريج حقوق ما بيشتغلش بيها. اللي اكتشفته بعد الجواز ان هو عنده قناة رقص. قناة رقص؟ وبيقول ان هو مخرج بس هو مش مخرج. لا هو بيشتغل بيعمل أدوية، الإعلانات بتاعت الأدوية اللي هي الفياجرا والحاجات دي. وطبعا الإعلانات دي بتكون في قناة الرقص بتاعته، وهو اللي بيعمل الشريط بتاع الإعلانات وبيعملوا الأدوية دي. كانوا في البيت عندهم مخازن وعندهم كل أول حاجة. مرة ضربك كان امتى؟ دي اللي القصة اللي شفناها في التقرير لما كنتم مسافرين؟ أما كنا مسافرين واحنا في دهب. وبعدين اتكررت؟ اتكررت طبعا كتير. اتكرر إهانتي من ساعة ما دخلت بيت مامته. احنا اتجوزنا في شقة، اتجوزنا في اوتيل وبعد كده رحنا شقة مامته على اساس ان احنا هنقعد في شقة مامته دي شهر لحد ما شقتي اللي انا هنقل فيها. شقتك انت؟ لا مش شقتي اللي هي شقة جوازي يعني. شقة الجواز. ان انا هنقل فيها. بس طبعا ده ما حصلش لان هو اساسا طلع ما عندوش شقة. بس وبعد كده. طب ليه انت استعجلتي؟ يعني ما زال ما فيش حب وما بتعرفوش بعض كتير، ليش ما استنيتيش شهر؟ يعني انه شهر بتنقلوا وتقعدوا في بيتكم، يعني ليه كنتي مستعجله قوي انك تتجوزي وتقعدي في بيت امه؟ استعجلت لان انا امه دي كانت بالنسبه لي حد بيطبطب عليا ال 24 ساعه. حد بقى بتمثل الحنيه، بتمثل الطيبه، بتمثل ان انا بنتها اللي هي. اول مره كلمتيها قلتي لها فيه انه ابنك بيضربني، كان موقفها ايه؟ والله كلمته في التليفون قالت له انت بتضربها ليه ومش بتضربها ليه، لا وما تعملش كده ومش ما تعملش كده. ده واحنا في دهب. بعد كده بقى فوجئت ان انا لما رجعت من دهب بمعامله تانية خالص منها. معامله مختلفه تماما، معامله اللي هو انت بقى انت شكلك وحش، انت ايه المنظر ده، ما تلبسيش لبس يعني لبس في البيت، لبس بيت، لازم تلبسي بيجامه، لازم تلمي شعرك. انا ابني ما بيحبش ان انتي تبقي مسيبه شعرك ولا حتى ميك اب ولا حتى اي حاجه. اكتر مره اتضررتي منه بالضرب كان ايه؟ ده اخر يوم اللي انا سبت فيه البيت. اللي هو بعد تقريبا شهر و20 يوم او حاجه كده. هو خد من عندي، كنت جايبه فلوس من البنك، كنت جايبه 10,000 جنيه. ال10,000 جنيه دول كنت المفروض هجيب بيهم اجهزه كهربائيه. خدوا الفلوس من عندي هو ومامته. دخلت قلت لمامته انتوا خدتوا الفلوس من الدرج؟ قلت لها انت خدتي من الفلوس من الدرج؟ قالت لي لا جوزك اللي خده. كلمته قال لي لا ماما اللي خدته.
قلت له انا عايزه فلوسي. طب انا عايزه فلوسي دي يعني ايه اصلا؟ عايزه فلوسك وعايزاها تعملي بيها ايه؟ مالكيش فلوس عندنا. ده طبعا غير ان هو كان مانعني ان انا اكلم مامتي، كان مانعني ان انا اكلم اخويا، كان مانعني ان انا اشوفهم. لمجرد ان انا عرف ان انا كلمت اخويا في التليفون ضرب، قعد يضرب فيا يعني مش قادره اقول لك بتاع 3 ساعات متواصل. ال3 ساعات دول انا بتضرب ضرب مش ضرب بني ادمين، بايده ورجله بالاقلام، وبيتقال لي انت بتاعت رجاله علشان كلمت اخويا في التليفون. دلوقتي طلقته خلاص؟ والله انا جالي حكم الطلاق من محكمه ومن الازهر، وجالي حكم الطلاق، بس طبعا هو بيستأنف. رافض الطلاق علشان ابريه واتنازل عن كل حقوقي قصاد ان انا اتطلق.